ما يمكنش ما تكونش تفرجتيش على الاقل فيلم واحد تاع الزومبي. الا جيت قلت لك بلي الزومبي كاينين في الحقيقه، وبالضبط في واحد الولايه في امريكا اللي تلقبات بولايه الزومبي. هاد الولايه هي ولايه فلادلفيا، بسبب انتشار واحد الفيروس او واحد المخدر اللي غادي يخلق لهم الزومبي تماك. هادشي ما جيتش كنقولو غير هكاك، بل عن ابحاث واللي معترفين به بزاف ديال المواقع في جوجل. إلا كتبتي ولاية فيلادلفيا غادي يطلع لك من أكبر 5 مدن في أمريكا. وفي نفس الوقت إلا مشيتي ودرتي ولاية الزومبي غادي يطلع لك تعرضت أكبر مدن أمريكا للهجوم من فيروس ومخدر فتاك. كيما شفتوا ما جيتش وكنهضر لكم في الخاوي، هادشي راه معترفه به جميع المواقع اللي كاين في جوجل. الصحافه الامريكيه حاولت تخبي هادشي، لكن بفضل السوشيال ميديا حتى حاجه ما كتخبى. معكم خوكم الياس اللي غادي يكشف لكم اسرار ديال هذا العالم. اي حاجه تخبات، اي حاجه غابره، فراه غادي تلقاوها في لاشين تاعي باش ما تفوت عليك والو. سبسكرايب اند لايك، ليتس جو. سبب ظهور الزومبي في منطقة فلادلفيا أو ولاية فلادلفيا هو الخيول. اش جاب الخيول للهضرة؟ الناس بداو كيستعملوا واحد مخدر اللي كيتعطى للخيول باش انهم يتخدروا اثناء العملية. هادشي خرج على السيطرة، ولاو الناس كيستعملوا بلاصة الهيروين حيت ولا غالي. مخدر اللي اكتسح شوارع امريكا ودابا غادي كيكتسح العالم، اللي هي مادة الزيلازين، اللي ولاو كيخلطوه مع نسبة قليلة ديال الهيروين وكيستعملوها في حقن او لا ديريكت. لكن النتيجة اللي بانت بعد استعمال مادة الزيلازين، المخدر اللي كيتعطى للحيوانات وبالضبط الخيول باش يخدروهم، ممكن تشوف واحد قدامك كيضرب في راسو بواحد الطريقة اللي هستيريا، اللي بعد المرات كيضطر انه يبطر الدراع ديالو بسبب القيح، اي القيح اللي كيكون في يديه في الجرحة اللي كيتجرح، فراه ما كتقدرش الخلايا انها تجمع، كتموت الخلايا الدماغيه بسبب هاد الماده تاع الزيلازين. هادشي اللي كيخليهم كما قلت لكم يبطروا بعض الاعضاء ديالهم اللي كتعرض للشلل واللي ممكن تاثر على الجسم كامل. ثاني حاجه ممكن تمشى عادي في هاد الولايه ويبان كيتقيا الدم قدامك، انت الا شتي هاد المنظر في البلاصه غادي تصوني الاسعاف باش يجيو يعاونوه، فراه ردة الفعل تاعهم غادي تكون عاديه وغادي يقولوا لك مع الاسف ما عندناش حتى شي حل. اطباء حاولوا انهم يعالجوا مدمنين ماده الزيلازين، لكن مع الاسف ما لقاوش حتى شي علاج. خاص تكون يلا في المرحله الاولى من الاستعمال وشوف واش يقدروا يعاونوك او لا. كما قلت لكم هاد الماده خطيره جدا، داكشي علاش ديك الولايه تلقبات بولايه الزومبي. كما قلت لكم عاد جدا تكون كتمشى بنادم يتقيا الدم قدامك، بنادم بان لك مشات ليه يديه، بنادم كيتمشى نائمون سائرون، فهمتي؟ ناعس ما كاينش في هذا العالم كيتمشى. ممكن واحد يعض فخو يطير ليه الطرف ديال اللحم. ما جاوش ولقبوا هذه المدينه او الولايه بولايه الزومبي عبثا، بل الا مشيتو تقلبوا عليها فراه غادي يطلعوا لك شي فيديوهات ما يقدرش نحطهم لكم، غادي يشكلوا لي خطر على الفيديو وممكن يتضرب بسبب العنف. فلادلفيا ولات ملقبه بالموتى السائرون. علاش؟ تقريبا امريكا فقدت السيطره على هذه الولايه بالكامل، فراه كتدخل ليها ما كتلقاش شي واحد اللي باقي له تماك. الاطباء ولاو كيخويو تماك خايفين على ريسهم وعلى ولادهم. ماده السيلازين دارت ما بغات في هذه الولايه، داكشي علاش رد البال لراسك. ممكن ان واحد النهار تعطى لهاد الماده هادي وانت ما ردتش البال، ومع الاسف غادي يكون المصير تاعك بحالهم. فراه هاد الولايه فقدت امريكا عليها السيطره بنسبه تاع 80%. هادشي كنطلبوا الله السلامه انه يوقع علينا في بلادنا. الصحافه الامريكيه واخا كتخبي وكتبغي ترد راسها هي الواعره افضل دوله ولا ما عرفت شنو، فراه ضرب ما تلقى العيب ولا يكون في ابسط الحوايج.